كريستيانو رونالدو. شكون فينا اللي ما كيعرفش الاسطوره كريستيانو رونالدو؟ مباشرة من بعد ما سال الماتش اللي تفوق المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف 0، العالم كامل كيتسنى هذه اللحظة غير باش يشوف ردة الفعل ديال كريستيانو رونالدو من مورا الهزيمة. شنو غادي يدير من بعد ما تبخر الحلم ديالو واللي هو الوصول إلى نهائي كأس العالم أو الفوز بكأس العالم ولما لا. لكن للأسف وقع العكس، رونالدو تحط في واحد الموقف خايب وما تبغيش العدو، خرج تيبكي وما قدرش يحبس الدموع من عينه، تعرض للإهانة من طرف الجمهور البرتغالي ومن طرف صحابه اللي كيلعبوا معاه ومن طرف حتى المدرب ديالو اللي خلاه في دكة الاحتياط وما كانش عنده اهتمام انه يدخلو حيت كيشوف باللي كبر في السن بزاف، اللي خلى رونالدو يتحطم. وهذا الشيء ما وقعش غير في المباراة ضد المنتخب المغربي، هذا الشيء وقع حتى ضد المنتخب السويسري اللي شفنا من بعد انتهاء المباراة رونالدو خرج بوحده وما يسلم على حتى شي واحد واخا انتصروا على المنتخب السويسري. اذا بغيت نقول لكم بلا ما نكذبوا على راسنا ونبقاو نضحكوا عليه ولا نتشفاو فيه، حيت كريستيانو رونالدو كيبقى اسطوره كبيره من الاساطير اللي دازوا في تاريخ كره القدم طاب بزاف سواء للمنتخب البرتغالي او النوادي اللي لعب معاهم. والسبب اللي خلى رونالدو يبكي هو انه تيحلم يربح بلقب كاس العالم مع المنتخب ديالو ويجيب العز لبلادو، واخا هو عنده بزاف ديال الالقاب مع النوادي ديالو وحتى مع المنتخب ديالو. وبغيت نقول لك انت يا اخي اللي كتضحك عليه راك ما وصلتي حتى 0.001 من داكشي اللي وصل ليه رونالدو، حيت كيف ما كان الحال رونالدو راه كيبقى اسطوره ديال كره القدم. وكيف كيقول المثل من العار اهانه رجل قدم الكثير، هادشي اللي وقع لرونالدو هو ميساج مهم في الحياه. واخا يكون عندك كلشي في هذه الحياه تقدر تجي واحد الوقيته اللي ما يعقل عليك فيها حتى شي واحد ويقدروا يردوك خايف واخا انت ما درتي حتى شي حاجه. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك واشترك معنا وتسنى فيديو جديد.